الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. فأول حاجة كنشكر السيد وكيل جلالة الملك بابتدائية مراكش والنواب ديالو على العمل الجبار وعلى حسن الإصغاء. اليوم عيطوا لي التقديم اللي حضرت فيه أنا والمتهم الخبير بشأن التهم اللي وجهت ليه نتاع انتحال الصفة وإدلاء بيانات كاذبة. تم الاستماع لي، والسيد نائب وكيل جلالة الملك ركز بزاف النقاط اللي سولني انا باش اكد شكايتي، ومن بعد حكر بزاف على النقطه ديال قال الخبير علاش درتي الخبره وانت عندك قرار العزل. تم العزل ديالك في شهر 10 وتبلغتي بقرار العزل في شهر 16/3، وسولني امتى تدرت المعاينه الخبره. قلت للسيد نائب وكيل جلاله الملك انها 18/3، يعني يومين بعد ما تبلغ بالقرار العزل. فواجهوا بها جاوب ما لقاش جواب كافي، قال لي انا ديت اليمين القانونيه. ما كايناش هذه المساله، لانه اليمين القانونيه لا تدارت غادي خصو يذكرها في الخبره اللي دلا بها، واليمين القانونيه كتدار في الحالات فاش ما تيكونوش الخبراء والقاضي تيكلف داك الخبير باش يدير ديك الخبره لكون انه ما كاينينش الخبراء وتيتي اليمين القانونيه. فبالتالي انه انتحال صفه مهنه ينظمها القانون. فاليوم زدنا من بعد ما تم الاستماع لي عاتبوا السيد نائب وكيل جلاله الملك علاش درتي الخبره وانت معزول، ما خصكش باقي تقيت شي حاجه. فما لقاش شي جواب اللي هو كافي، بقى ساكت. من بعد ما قال لي راه ديت اليمين القانونيه، قال لي السيد وكيل جلاله الملك راه من بعد ما تيجيك قرارات العزل ما خصكش باقي دير شي خبره. ف طلب صافي بعد ما تكلمت اخر واحد ما يتكلم انني تنأكد الشكايه ديالي، صافي انصرفت وطلب منه السيد وكيل جلاله الملك باش يبقى معاه. مازال ما عرفناش القرار، وان شاء الله راه خير. وانا فرحان بزاف لانه القانون تيشد المجرى ديالو. وتنشكر جزيل الشكر السيد وكيل جلاله الملك والنواب ديالو والشرطه القضائيه اللي عملوا عمل جبار وحسنوا الاصغاء، والملف الحمد لله راه غادي مزيان ووفق القانون. وهذا وجب الغاء الحكم الابتدائي للناس اللي ما عارفينش انه انا دعيت هذا الخبير هذا بحكم انه نجز واحد الخبره في واحد المسطره نتاع التحفيظ اللي ولا بديك الخبره دار صحه التعرض. فبالتالي القاضي حكم واحد الخبره ديال واحد القاضي اللي هو معزول، فوجب الغاء هذا الحكم لانه غير مبني على اساس، وارجاعه للمحكمه الابتدائيه اللي بت فيه من جديد. وشكرا والله ينصر سيدنا.